السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر غريب وعجيب، إدارة الهلال السعودي تريد أن تتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله باش تكمل معاه مسار هذه البطولة. فراه بالنسبة لي خبر غريب. علاش؟ لأنني أول مرة تقريبا كنشوف بحال هذه الحالة أن نادي يريد أن يتعاقد مع لاعب وسط البطولة. بكل صراحة الأخبار اللي حدثت هذه اللحظة فراه غير رسمية، لا من حمد الله لا حتى من الهلال السعودي، ولكن بطبيعة الحال ما كاينش دخان من دون نار. ربما الأخبار المتداولة تقريبا تداولتها الصحافة، تداولها حتى وكالة أنباء معروفة وحتى عالمية، بأنه ربما الصفقة سوف تتم في هذه الساعات القليلة الجاية. علاش؟ القصه بدات مع حمد الله. الوداد البيضاوي كان بطبيعه الحال بغى يشارك في هذه البطوله هذه اللي خرج منها في دور المجموعات، وكان بكل تاكيد بغى يتعاقد مع حمد الله. علاش؟ عنده الخبره، عنده التجربه، عنده جميع الامور كمهاجم مخضرم. ولكن لاسباب ربما بصراحه ما عرفناش التفاصيل ديالها فشلات هذا الصفقه، وحمد الله بقى في امريكان، هو جا الميريكان. فشلات الصفقه ديالو مع الوداد البيضاوي، فبقى مثلا كيتريني محافظ على الفورمه، ما دخلش في الفتره ديال الراحه والسياحه، فبقى محافظ على الفورمه كيتريني. الهلال كذلك وقع عليه واحد المشكل، الا وهو تصاب ليه تقريبا اهم تقريبا المهاجمين كندوي على بالتحديد ميتروفيتش، المهاجم ديالو الاساسي والرسمي. داكشي علاش حول البوصله ديالو، حتى نقدر نقول لك بان المعوض ديالو ما كانش بالكفاءه الكفاءه العاليه. فليوناردو ربما كاين واحد العتب كبير على هذا اللاعب هذا اللي ما اداش بواحد الشكل المثالي كيف كيتسناو لا جماهير الهلال ولا كذلك الاداره. فالخيار كان بكل تاكيد اللاعب الاكثر جاهزيه واللي كيعرف، نقدر نقول لك كيعرف اللاعبين ديال الهلال، كيعرف المنظومه، وبكل تاكيد قريب حتى هو راه كيتواجد في ميريكان، فراه قريب من النادي. فالخيار قالوا بان الخيار غيكون حمد الله. شخصيا ربما نقدر نقول لك بان هذه الاخبار هي في مجال ماشي رسميه، ولكن متداوله بواحد الشكل كبير. واش حمد الله هو نقدر نقول لك هي الصفقه المثاليه للهلال البيضاوي؟ الهلال البيضاوي اسف، الهلال السعودي. فراه بكل امانه ما كنظنش بان حمد الله هو الصفقه المثاليه. علاش؟ لان الهلال كيعتمد على الهجمات المرتده السريعه، فراه خاصهم مهاجم يكون سريع كيتمركز بواحد الشكل اللي صحيح، نقدر نقول لك بانه على الاقل يجيد الاحتفاظ بالكره ونقلها. واش حمد الله بعد هذه السنوات كنظن بانه ما بقاش في الطوب ليفل ديالو، ما بقاش كيلعب في المستويات ديالو العاليه. كنظن بانه خيار ماشي الاحسن بكل تاكيد، ولكن فراه فكره ممتازه. ما كنتمنى التوفيق لحمد الله، وكذلك كنتمنى التوفيق للهلال السعودي الممثل الكره العربيه في هذا المونديال.